واليوم بالله يعين بشاره وبغني مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمن ونشر لمن سما لم يدري علمني الله العليم مما يشاء من علوم وتبقني في القلوب منصرفا بصبري ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها وليدهم أحمد خير سفري الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين بالملأ المكمل من روحنا والجسد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حمدا لمنزل البلاء والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل البلاء والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مستدى مرض يبرأ بلا بخل وفاز بالغرض محمد طبيب الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج الأفعال للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عظا فيه بالداعي وأشتكي إليه ما من ضرر قد مسني حتى أراني محتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيوم رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واكف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجيهم وعافيهم وكفهم ولا تواخذهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد بغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تحزنون على ملائكة لضعف يظهرون قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلفت الجوارح أرضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقذ ولهم هب الذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب